أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. الحمد لله الغفور التواب العزيز الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الشدائد الصلاب. رب الأرباب خالق خلقه من تراب ومسبب الأسباب وصلوات ربنا وسلامه على النبي المختار سيد الأطهار وقائد الأبرار محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ما أظلم الليل والنهار عدد ما أظلم عليه الليل والنهار وعدد ما غردت الأطيار وعدد ورق الأشجار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق النهار. اللهم لك الحمد على آلائك العظيمة ولك الحمد على منحك الجسيمة ولك الحمد كالذي نقول ولك الحمد خيرا مما نقول ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا عبادك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في
علم الغيب عندك أو أنزلته في كتابك الكريم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وهمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع به عنا النقم وأسبغ به علينا النعم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته. اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين وجعلته من الغاوين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم إنا نسألك بأجر ليلة القدر أن تجعلنا من متقائك من النار وتجعل مثوانا الجنة دار القرار مع النبي المختار وصحابته الأطهار والشهداء والأبرار. اللهم إنا نسألك أن لا تحرمنا من أجر ليلة القدر. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. يا عظيم المن يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين يا باسط اليدين بالرحمة يا منتهى كل نجوى يا منتهى كل نجوى يا الله. اللهم اجعلنا ممن إذا دعاك أجبته وإذا توكل عليك كفيته وإلى ذلك دار الخلد أدنيته وإذا سألك أعطيته. اللهم اجعلنا من الفائزين بالقضاء. اللهم واجعل منزلتنا منزلة الشهداء مع الأنبياء وارزقنا عيش السعداء. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي لحظتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شافيته ولا مريضا إلا شافيته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا حائرا إلا هديته ولا مسافرا إلا بالخير إلى أهله رددته ولا طالبة أو طالبا إلا نجحته ولا مهموما إلا فرجت همه ولا مديونا إلا قضيت دينه ولا ظالما إلا قصمته. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموافقة الأنبياء إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.
ليلتنا هذه من النار، وأدخلنا الجنة دار القرار مع النبي المختار وصحابته الأطهار والشهداء والأبرار. اللهم ارحمنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والفوز بجنانك، يا ملجأ القاصدين، يا حبيب المحبين، يا أنيس المنقطعين، يا جليس الذاكرين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصابتين، يا من ليس معه رب يدعى، ولا ملك على السؤال يرجى، ولا شافع يغشى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم بيض وجوهنا، يمن كتابنا، ارفع درجاتنا، ثبت ميزاننا، تجاوز عن سيئاتنا. اللهم أعنا على الموت وكربته، وعلى القبر وضمته، وعلى الصراط وزلته، وعلى يوم القيامة وروعته. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. يا إلهنا لا غنى لنا عن رحماتك، إن طردتنا فمن يقبلنا، وإن أبعدتنا فمن يقربنا. اللهم لا تصرفنا وهذا الجمع إلا بذنب مغفور، وعمل متقبل صالح مبرور، وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور. اللهم فرج عن إخواننا في سوريا وفي مصر، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم المسلمين في كل بقاع الأرض، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق كل من استوصانا بالدعاء ويسر له أمره. اللهم وفرج له همه. اللهم وآخر دعائنا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.